هنتكلم على الوضع الداخلي عندنا اللي حصل فيه امبارح. طبعا حرب ال60 يوم اللي أعلن عنها الإخوان كانت مستمرة وما زالت مستمرة، وبدأت من بداية شهر ديسمبر وبتستمر لغاية يعني إن شاء الله ربنا يخيب ظنهم وأملهم. لكن كما هو معلن تستمر لغاية يوم 25 يناير، واللي بيتجهزوا فيها طبعا المناسبة دي مناسبة ذكرى الثورة لمزيد من العنف والقتل والتخريب والإرهاب وكل اللي حضراتكم عارفينه. ده بالإضافة طبعا للتحركات السياسية العلنية لإبرام صفقات وتحالفات مشبوهة بين الإخوان وحركة 6 إبريل. للأسف الشديد التحالفات كاش مدفوعة الأجر اللي بتتم تحت مظلة تركية وقطرية، التحالفات اللي هدفها ببساطة إسقاط الدولة ككيان وشعب وجيش، شرطة كمان وكل المؤسسات، وبالتوازي في تحركات خارجية. لكن لازم نقف وقفة مهمة، إن امبارح وفي فرنسا ألقت قوات من الشرطة الخاصة القبض على 39 إخواني. 39 من الإخوان اتقبض عليهم امبارح في باريس لاعتدائهم على مكتب ملحق وزارة الدفاع المصري بالسفارة. طبعا فضحونا وتعاملت معاهم الشرطة الفرنسية باعتبارهم خارجين عن القانون، عن قانون التظاهر اللي عندهم، وأساءوا استخدام حق التظاهر، وبالطبع سيواجهوا إجراءات قانونية رادعة. وكتبوا لنا طبعا على أسوار السفارة، وكتبوا أو يعني مكتب الملحق العسكري هناك، وحاولوا يتسلقوا السور وحاولوا يحرقوا حاجات. يعني الحقيقة عملوا أفعال تكسف مصر أكتر يعني ما احنا في الوضع ده.